نقول السينما، لا يعني لا نخدع أنفسنا. لماذا ينصرف كلمة السينما إلى شيء معهود في الذهن؟ ما المعهود في الذهن عن السينما؟ أفلام تعرض للناس. أفلام، ما هي أفلام يعني؟ ما هي الأفلام السينمائية يعني واحد يدرس الناس قرآن؟ لا أفلام فجور. مسلسلات فجور. نساء واختلاط وموسيقى. جلها إن لم يكن كلها جلها فجور. وما وجد فيها، قد يأتي إنسان يقول ثقافات الشعوب، نحن ذهبنا، أحدهم يقول أنا ذهبت إلى فرنسا فرأيت كذا فيلم، وهو يريد أن يصور أن حياة طبيعية. أنت لن تصلح الخلق إلا بهدي خالقهم، وهدي خالقهم حرم هذا. فذهبت إلى فرنسا، ذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى بلاد كذا، ذهبت إلى بلاد كذا، هذا ليس من دين الله في شيء. ثم إنه نأتي بقضية الآن، قضية الذين خرقوا السفينة، هم أرادوا أن لا يؤذوا غيرهم، فيأتي إنسان يقول الأفلام بعضها ينشئ ثقافات. أنا مؤمن أنه في بعض الأفلام ممكن أن تنشئ ثقافات، لكن هذه الثقافة يمكن التوصل إليها من عدة طرائق، لا حاجة للسينما. لكن ليس من المعقول أن نأتي لمجتمع من الله جل وعلا عليه بما هو فيه الآن من رحمة الله عليه فضله، ثم يأتي إنسان يتبنى مسألة فتح سينما. هذا تبني للغواية، تبني للمنكر، لا يجوز شرعا، وصاحبه غير محمود. أي أحد تولى هذا دين. فعندما نفتحه، أنت ماذا تريد أن تخرج الناس؟ تخرج الإنسان الآن، يخرج اليوم رجل بزوجته وأولاده وبناته ليشاهدوها، غدا سيخرج أحد من الناس بصديقته ليشاهدوها. طيب فتفتح للناس باب شر هم في غنى عنه، ولا ينجم عن ذلك مصلحة معتبرة شرعا إذا ما قيست بالمفاسد التي حصلت، كمثل ما حصل في مسألة السفينة. طيب خليني أطرح عليك شبهتين هم الآن ينادون بها. الشبهة الأولى يقولون الناس الآن يتابعون المسلسلات في البيت، مجرد أن نقلناهم من المنزل إلى السينما، وش المحظور فيه؟ احنا نقول الأول فيها محظورات، لكن هذه شبهتهم. المحظور أن المعصية مهما بلغت إذا كانت مستترة أنا لا سبيل لي عليها، يعني كأي إنسان لا سبيل لي عليها. لكن القضية أنني أنا أقنن المعصية وأجعل لها دور وأطالب الناس بالخروج إليها، هذا هو المهلك. لكن إنسان في الحديث أصلا من زنى قال هل سترت عليه، هل غطيته بثوبك. نحن لا نتكلم عن أناس مستورين في البيوت، ليس لنا بهم علاقة. طيب. وهذا الذي يرى في البيت، قد الآن الإنسان يقلب القناة يرى فيلما، فقد يكون فيه فجور وهو يعني منصرف إليه بالكلية، ثم لا يلبث أن يأتي فاصل في الفيلم، وهذا وقع لكثير من الناس. يعني نأخذ هذا كلام كثير من رأيناه من التابعين من يتابعون هذه البرامج، ثم هو يريد أن يمل، لا يريد أن يرى الفاصل الإعلاني، فبدهيا يغير، لعله يجد في شاشة أخرى فيلما آخر، فيقع على أحد يتكلم بالقرآن، أو يأتي على مثلا صورة التلفزيون السعودي وهو ينقل صلاة العشاء من الحرم المكي. طيب. فقد يقع في قلبه أثر ويرتدع. لكن أيا كان الحال، هذا حال شخص في بيته. لكن أن تبني دارا وتقول للناس هذه تعرض أفلام سينمائية، اليوم تعرض فيلم تقول عنه أنه إنتاج سعودي واسمه كذا، وافقنا عليه، صح. سنضطر شئنا أم أبينا أن نفتحه بعد ذلك لأفلام لا خلاق لها. وهذا الفيلم فيه ما فيه. أصلا لا يمكن أن يسمى فيلم بدون محظور سينمائي إلا يعني الحكم على الشيء فرع من تصوره. هي كلمة السينما المعاصرة تعني محظورات شرعية لا انتهاء لها، لا يمكن أحد أن يخدع أحدا. طيب شيخنا، ما رأيك في من ينادي من أهل الخير يقولون السينما مفتوحة، خلونا نبدأ ننتج أفلام إسلامية. زين، ينتجون أفلام. نعم. ثم إذا أنتجوا أفلام واقتنعنا بها فتحنا دورا لهذه الأفلام. أما والله إذا بدأنا بفيلم مناحي وش حننتهي فيه؟ الحق إذا بدأنا بفيلم مثل هذا البداية، ماذا حننتهي به؟ طيب كل الفساد يأتي بالطريقة هذه. ثم هذه الأفلام لو فعلنا أفلام سينمائية، يعني أفلام سينمائية نافعة، أعطوها الطلاب في المدارس، أخرجوها في CD، خلوا الناس تشوفها، وستفتح الباب لغيرهم أصلا. نقول المنع أعطوهم بطرائق أخرى. أما أن تقول للزوج والزوجة، يعني إنسان يعني ما يعني أصل المسألة رجل يخرج مع زوجته وبناته وأولاده فيجلس يرون فحشاء، لا تقول هذا يمكن تقول لي فيلم سينمائي ما فيه. صحيح. 1 2 3 4 هذا لا حكم لها، لكن هذا معنى فيلم سينمائي. يراها الأب تراها الزوجة ويراها البنات ويراها الأبناء الآن، هذا المطالبة به، والوقت طويل. ثم يعودون إلى البيت. بالله العظيم لو قبضت أرواحهم بأي شيء هذا الرجل يقابل الأب هذا ربه إذا أصبح، يقول له أطعمتك، أنعمت عليك، أكرمتك، رزقتك ولد، تخرج به إلى معصيتي، بأي وجه يلقى الله؟
يعني هذا الرجل لو شاهد لوحده عشرات الأفلام لا يلبث أن يستغفر الله منها أهون من أن يأخذ أبنائه وزوجته لمثل هذه الطرائق. هذا المفهوم الواقعي لدور السينما، ولا مفهوم لها غيره، ولهذا القول بحرمتها لا يحتاج حتى إلى تفكير.